السلام عليكم. اتصل علي أحد الأصدقاء قال: ما رأيك بفكرة؟ قلت: ما هي؟ قال: تضع ريالات في كل وقف. قلت: كيف؟ قال: تفتح التطبيق، ولنأخذ مثالا على بنكين هما البلاد والراجحي. تدخل عبر تطبيق بنك البلاد ثم على الجمعيات الخيرية وتبحث عن كلمة وقف، وإياك أن تضعها في غير كلمة وقف. فمثلا الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تجد تحتها كلمة وقف، أو مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بسجون مكة وتجد تحتها كلمة وقف، أو جمعية مساعدة الشباب على الزواج وتجد تحتها كلمة وقف، وهكذا. أو تدخل على تطبيق الراجح وتدخل على الجمعيات الخيرية واختر كل الجمعيات التي تحتها كلمة وقف، مثل أي جمعية بر خيرية، أو جمعية الأطفال للمعوقين، أو مشروع ابن باز رحمه الله، أو مكتبا للدعوة، أو جمعية تحفيظ قرآن، وهكذا. ثم ضع 5 ريالات في كل وقف. المفاجأة أنك إذا وضعت 5 ريالات في كل وقف معناها أنك بمبلغ 200 ريال فقط شاركت بوقف 40 جمعية خيرية، أي أن 5 ريالاتك أخي الحبيب أختي الكريمة مشاركة في كل مشاريع تلك الجمعيات بحياتك وبعد مماتك، لأنها وقف وليست منقطعة. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والأجمل لو نويت أن هذا المبلغ عنك وعن والديك وذريتك ليزداد بركة، بل الأجمل أنك بالتطبيق لا يراك أحد فيظلك الله بظله، تحت قول الحبيب: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. والبشارة أن المرأة بهذا الفضل كالرجل. وإذا لم يكن لديك القدرة أخي الحبيب أختي الكريمة، انشر المقطع لعل أناسا يوفقون وينفقون من أموالهم وأجرهم لك. وصلى الله على نبينا محمد بعدد من أوقف وبمن غفل.